تخيلوا معايا يدوز عليكم شي واحد من اللودن لودن، ولكن توقع معجزه وتعيشوا. شنو القرار اللي غتاخذوا؟ تمشيو للبوليس باقيين عاقلين على وجهه ياك، ولكن هذه واحد البنت اللي غادي يدوز عليها واحد خاينه ملي يلاه كانت عندها 8 سنين، عند بالو صفاها لها وصافي ب 1999 وصافي. التسعينات هذه المحققين ما غيلقاو حتى شي دليل، ما كاين لا دي ان اي لا والو، حتى السائل المنوي ما عندهم باش غيطابقوه. ولكن تخيلوا معايا هاد البنت غدوز سنين وغتقرر تنتقم. تنتقم ولاد اسفي. تخيلوا ان هاد البنت من بعد سنين من 1990 حتى ل 2009 عاد باش غضرب الضربه ديالها من بعد 18 عام، يعني ولات عندها 26 عام عاد باش غتجي العين في العين. داكشي علاش دابا غادي ناخذكم معايا في واحد الرحله ديال الانتقام اللي دامت 18 عام ديال جينيفر اللي غتنتقم من دينيس كار برادفورد اللي كان كيسحاب ليه باللي جريمه دازت في التسعينات، نساها كاع بحال دابا في 2008 2009. ما كانش عارف باللي هاد الاعوام كاملين كانت وراه واحد البنت اللي كانت وحده من الضحايا ديالو واللي غتوصل ليه واحد النهار وخدات 18 عام باش قدرات تقول لي هنا. واجدين دابا باش ندخلوا بالقصه ونعرفوا الاحداث اللي داروا فيها؟ حتى انا واجد. غير هي غنشكركم على واحد القضيه، التفاعل في اخر 3 الفيديوهات ولا 4 الفيديوهات لاحظت واحد الفرق كبير. اللي كينسى ما يديرهاش في الاخر يديرها دابا لايك كومونتير، خصوصا تابوناو. اما بالنسبه اللي ما كينساش حتى هو يديرها دابا، وفاش يسالي الفيديو يحيدها ويعاود يردها، حيت لي لايك ولي كومونتير اللي كيكونوا في الاخر ديال الفيديو خليو الفيديو يمشي مزيان كثر. بركه من البارلا ياك. ندخلوا في الاحداث. القصه ديالنا غادي نسافر بكم ل 1990 وهذه راكم عارفينها، تكساس، وبالضبط في واحد المدينه صغيره سميتها ديكنسون ولا ديكنسون. المهم لا كان شي اختلاف في النطق، المهم هذه راهي المدينه. في هذه المدينه هذه كانت عندنا واحد البنت اللي سميتها جينيفر، وحاليا عندها 8 سنين. جينيفر كانت عايشه مع امها، اما امها كانت مطلقه من الاب ديالها. اللي كيهمنا دابا هو ان هاد جينيفر هذه كانوا كيميزوها بزاف د الحوايج، غادي نقولهم لكم دابا حيت غادي نحتاجوهم في القصه وضروري. راه قلت لكم باللي السيده 18 عام وهي كتسنى امتى تنتقم من واحد خاينه، يعني غادا تكون ذكيه مزيان. هاد الصفه هذه كانت في جينيفر من الصغر ديالها، كانت ذكيه واللي تيكون ذكي من صغرو تيكونوا فيه بزاف د الاسئله، علاش هذه علاش هذيك، يعني راسها كان خدام. وبحالها بحال اي بنت صغيره كانت كتخاف من الظلمه. علاش كنقول لكم هادشي؟ صبروا معايا، راه اي حاجه بغيتكم تسمعوها في هاد القصه خاصكم تركزوا فيها. هاد القصه كتحتاج تركيز كبير. الحياه ديالها مع ماماها كانت واحد الحياه روتينيه. البلاصه فين كانوا ساكنين كانت واحد البلاصه اللي معروفه بالجريمه، ولكن غتقولوا على سكناتها تما وهي باقا صغيره، لان اصلا موت جينيفر ما تقدرش على المصاريف الكثيره ديال السكن. فالبلاصه اللي فيها الجريمه بزاف واللي كيهربوا منها الناس بزاف هي البلايص اللي تيكون فيهم الكرا رخيص. هادشي اصلا علاش الكرا رخيص سماها، حتى لدابا غتكونوا بديتوا كتربطوا الامور واخا مزيان. دابا اللي كيهمنا هو انه موت جينيفر كانت يلاه مقاتله مع الحياه، يلاه كتجيب ليها ما تاكل وما تشرب، كتحاول تعيشها واحد العيشه اللي مزيانه. جينيفر كانت واحد البنت اللي حركيه بزاف. دابا واحد النهار امها كانت راجعه من الخدمه وكانت عيانه بزاف، فكانت هي وياها كياكلوا سالاو مشاو للبيت باش ينعسوا. جينيفر قالت لماماها بغيت نعس حداك اليوم، قالت لها ماشي مشكل ركزوا معايا. فاش مشات باش تنعس حداها غتوصل 2:30. جينيفر كانت مازال ما نعساتش وكانت حركيه وكتبقى تلعب وبرزطات امها اللي كانت عيانه بزاف والغد اللي عاوتاني خاصها تفيق عندها بزاف ما يتقدى. فصبرات لها حتى عيات، ومع 2:30 د الليل هذيك الساعه غتقول لها جينيفر نوضي سيري لبيتك راني باغا نعس، غدا راني فايقه بكري وعندي ما يدار. جينيفر كانت كتخاف من الظلمه، قلتها لكم علاش؟ حيت غادي نقول لكم راها غتنعس حدا امها. وعلاش قلت لكم راه غتنعس حدا امها؟ باش نوصل معكم لهاد ليطاب. فاش قالت لها سيري للبيت ديالك راني باغا نعس، غتمشي لبيتها وغادا تغمى وغتجبد واحد القصه ديالها وغتشعل واحد بحال البيل صغيور، وكانت كتلعب دريه صغيره بدات كتقرا في واحد القصه، ما عقلاتش حتى داها النعاس. ولكن ملي غتفيق ما غاداش تفيق في دارهم. تخيلوا معايا انها غتفيق غتلقى راسها مهزوزه في جوج ايدين بحال هكا، هزها واحد زام ليها الفم ديالها ما قدراتش حتى تغوت، وغيديها حتى يبعدها من السيكتور فين كانت كتسكن، وغتقول ليه شكون انت؟ ما عرفات راسها هنا واش كتحلم او لا داكشي بصح. تخيلوا معايا انت ناعس فقشي لقيتي راسك في شي بلاصه اخرى، فما بالك بتلقى راسك هزك شي واحد وغادي يبكي. راه واخا عندها 8 سنين ولكن مطوره وكتعرف اش غتقول. هاد الهضره منين جبتها لي كنقول لكم فيها صبروا معايا دقه حتى برزطني هاد التريك، وهذا راه من الصباح وانا ندرك فيه ما بغيتش في الدي اتش دي نبقى نركز في التفاصيل. ما علينا. المهم شنو المصير اللي غتعيشو جينيفر في هاد اللحظه هادي؟ غنخليوه هنا وغنرجعوا دابا للدار. امها ناعسه ملي كتفيق في الصباح كتمشي للبيت ديالها، زعما البيت ديال بنتها جينيفر، ولكن مع غتحل الباب ما غتلقاهاش. فين مشات؟ انا قالت واقيلا فاقات قبل مني ومشات خرجت كتلعب برا، ولكن هي مصيه هذاك الحي ماشي ديال اللعب. اللي غادا تلاحظ موت جينيفر هو ان الشرجم ديال بيت بنتها كان محلول. ويلي بنتي غتخرج من الشرجم ما يمكنش. حتى لدابا قالت واقيلا غير خرجات وصافي. خرجات كتقلب عليها في الحي
فين ساكنين ولكن ما لقاتهاش. علمات الجيران لا تكون مشات كتلعب مع بنت شي واحد ولا ولد شي واحد تمايا، ولكن جينيفر غبر ليها الاثار. فهنا غادي يعلموا البوليس، وملي غادي يجيو غيلاحظوا نفس القضيه. وعاودت لهم باللي مشات تنعس في بيتها، وفاش جات عندها في الصباح لقات الشرجم محلول، وباللي ماشي من عويدها دير هاد الفعيل هذا. ودريه صغيره يعني اخر مره شافتها ما هي البارح بالليل، راه باينه غتكون واقع عليها دابا شي حاجه. هنا غيديروا واحد التمشيط كبير للحي، وحتى الناس اللي ساكنين في داك السيكتور حتى هما غيساعدوا في البحث عليها، ولكن ما كان حتى شي دليل. دابا انا وياكم اللي عارفين فين مشات جينيفر، تخطفات، ولكن شنو المصير اللي غادي يعيشوه البوليس وموت جينيفر بالخصوص وحتى الناس ديال السيكتور؟ وهما تيقلبوا في نفس هذاك النهار نيت تقريبا في العشيه غيجي واحد الاتصال. قالوا السلام عليكم. تخيلوا المفاد ديال داك الاتصال شنو فيه؟ واحد الدراري صغار كانوا لاعبين كره حدا واحد ما عرفتش كي غادي نقولها بالدارجه كيتسمى حقل، واحد الارض نايض فيها بحال السبول، نايض فيها الربيع. كانوا لاعبين، واحد فيهم كان غادي كيجري حتى غادي يضرب في شي حاجه ما بانش ليه مع داك الشيء، كان نايض من الارض، سبول ربيع، المهم داك الشيء رجلك تقريبا تغبر حتى للركبه بحال ما كنتي دري صغير. فغيضرب في هذيك الشيء اللي ما عرفوش شنو هو وغيطيح. في الاول قال شنو هذا الشيء، حنا دابا داخلين في الراس ديال الدري اللي ضرب فيها وطاح. قال واش كلب واش مش، حيت الضربه حس برجلو ضربت شي حاجه انسانيه، شي حاجه فيها اللحم. ملي غادي يقرب ويشوف شنو ضرب كيلقى جينيفر. دري صغير غادي يشوف داك المنظر اللي واقع لجينيفر. جينيفر ما كانش في حاله عاديه. تخيلوا ان الوجه ديالها كامل كان عامر حموريه، وبما ان القضيه فيها الدريه وهذه ما بغيتش نقول المصطلح، راه جاوني انذارات بزاف نولي تبقاو تشوفوني في هاد لاشين. ايوا كانت مدوزين عليها من اللودن للودن، العينين ديالها حمرين بحال غاديين يتبرزوا، وما كانت لابسه حتى شي حاجه. او زعما واش هاد خينا يكون دارها، يكون بصح تعدى عليها، ولا ملي تعدى عليها علاش ما طلقهاش رجعت لدارهم؟ علاش دوز عليها؟ علاش عينيها حمرين وغادي يتملصوا من بلاصتو؟ وبلاتي هادشي اللي عاودتو لكم دابا راه غير داكشي اللي شافو الدري الصغير، اما داكشي اللي عاشو جينيفر وغتعاودو بلسانها ما فيه ما يتشاف حرفيا. ملي غادي نمشيو في البلاصه ما غياخذوش بزاف الوقت باش غيعرفوا بلي البنت اللي كيقلبوا عليها واللي كتقلب عليها ديك المراه واللي اختفات في ديك الحومه ولا داك السيكتور ولا الستريت هي جينيفر نيت، هذيك نفس البنت. اوكي دابا مزيان. ناري بديت كنهضر على قضيه في ميريكان وليت كنهضر بالانجليز كيجيتكم ياك قلبوها دارجه احسن. يلا مشينا على الله. جينيفر حتى واحد ما قال باللي راه غتعيش اصلا. الاحتمال ديال انها تعيش كان تقريبا الا ما قلناش مستحيل وتعاطفنا معها نقولوا شبه مستحيل. هذا الشيء الا كنا ايجابيين لاقصى درجه ممكن غادي نديوها للسبيطار، وكاع الاطباء اللي شافوها قالوا باللي حنا غادي نديروا غير جهدنا. اما جينيفر مساله وقت وغادا تودع. الام ديالها، الناس اللي ساكنين في داك الحي، البوليس، الراي العام، كل شيء كان كيتسنى الخبار ديال الوفاه ديال جينيفر. ولكن غطرا واحد المعجزه اللي منها غتبدا واحد رحله الانتقام غدوم ل 18 عام. هاد البنت الصغيره اللي عندها 8 سنين واللي بريئه بزاف غتكبر، وفي كل نهار كانت كتعيشو كانت كتقلب على واحد خينه عارفها غير هي. الاطباء بمعجزه كيف قلت لكم قدروا انهم يعتقوها، ولكن قالوا باللي مستحيل تعاود تحضر. كيفاش تعتقات؟ هو ملي غادي يدوز عليها كان زربان اولا الظلمه، حتى شي واحد ما عارف ديك اللحظه علاش ما توفاتش، ولكن كان ما قاش ليها الاحبال الدخلانيين باش ندرجوها اكثر وكل شيء يفهم. كاينين شي عروقه لداخل اللي كنت تقاسو مشات، اما هو قال وقيله الدريه صغيره عشيشه دوز عليها وزاد، ولكن في حاله الضربه ما كانتش غارقه كفايه باش انها تودع. ولكن راه فاش لقاوها اصلا البوليس لقاو النبضات ديال القلب ديالها كيضربوا بشويه، ديك طاق طاق بشويه، يعني كانت مساله دقائق ولا سوايع باش تودع. ولكن علاش ما ماتتش وديك الضربه ما كانش غارقه لدرجه انها تصفي عليها في البلاصه بحال كانت قدره باش غيجي هادشي اللي غنقول لكم من بعد. حتى لدابا راه باقي ما عاودتش لكم شنو عاشت جينيفر، وحتى لدابا راه باقي كنعاود لكم القصه غير من جهه الامن، من جهه الدراري الصغار، من جهه الناس وشنو شافوا. اما كاينين حوايج اخرين اللي غادي يصدموكم. دابا غادي نعاود نفكركم الناس اللي باقيين ما داروش لايك حتى اللي داروها سيروا عاودوا ديروها دابا، كومونطيو بشي حاجه باش التفاعل يطلع في القصص. الا لاحظتوا مؤخرا ربعت الفيديوهات الاخرين راه وليت كنطول لكم القصص، وليت كندير 27 30، وكل ما التفاعل زاد كل ما غنزيد نطول، وليت كندير لكم القصص اللي كتبغيو داكشي متنوع. ولكن نتوما تستاهلوا التفاعل ديالكم صراحه عجبني بزاف. ودابا اجي ونقول لكم ونكمل لكم القصه عندكم تخشوا ديروها دابا. المهم دابا جينيفر فاقت ولكن ما كانتش قادره تهضر، عاشقوها طرات اصلا معجزه.
الام ديالها كتقول غير ملي بعدا فايقه وعايشه وكتنفس هذاك هو الرباح. ولكن شنو السر ديال دوك العينين اللي كانوا حمرين كيف ما غتشوفوا في التصويره دابا؟ هادو ولا هاد التصويره هادي راه كانت صافي بدات كتصاح والسيده ولات كتقدر انها تتحرك. فقبل راه اصلا التصويره ما نقدرش ندوزها لكم واخا راها ما كايناش. يعني العينين ديالها كاملين كانوا بحال هكا ما فيهمش البيوضه كاع، زائد بحال كانوا غاديين يخرجوا. يعني خاصكم تخيلوا معايا المنظر، هادشي كامل كان طاري لهاد الملائكه اللي كتشوفوا فيها. ففاش غادا تبدا انها تصح وتبدا تحاول ترجع الصحه ديالها، صافي كان كلشي كيجزم باللي راه الهضره صافي مستحيل تعاود تهضر، الاحبال الصوتيه مشاو كلشي مشى. ولكن جينيفر كانت ذكيه. علاش كنبقى نحكر لكم على هاد كانت ذكيه بزاف؟ حيت دارت بزاف د الحوايج اللي انا جاي غنقولهم لكم واللي غيفيدونا في هاد القصه كامله. قالوا ليها اولا طلبوا من الام ديالها انها تعطيها ورقه والسيلو، وهذا الشيء ما كانش ساهل. علاش قالوها للام ديالها؟ حيت ملي غادا تفيق جينيفر تخيلوا انها اولا جيني المهم علينا نسميوها هاد الضاويه. تخيلوا ان واحد الطبيب غادي يحاول يقرب ليها غير باش يسعفها، غير باش يهضر معاها، فغتحاول تركلو برجليها. كانت السيده صافي بحالها ما بقاتش كتحمل شي حاجه فيها الريحه ديال الرجال، ولات كتخاف بداك الشيء اللي داز عليها. وهنا جاي لكم ليه اللي نتوما نيت غيبقى فيكم وغادي يضركم خاطركم عليه. فصافي بداو تيسولوها من بعد ما كالماوها وجات الام ديالها والمسائل. المهم طريقه من الطرق عطاوها ورقه والسيل وكالماوها وفهموها باللي لا راه صافي داكشي اللي طرا ديال واحد الانسان، اما هادو ناس اللي باغيين يساعدوك. فبدات كتوصف ليهم. تخيلوا شنو غتوصف ليهم وشنو غتقول لهم. قالت لهم باللي ملي فاقت ولقات راسها في ايد هذاك خينا وصفات لهم حتى يديه. قالت لهم باللي حسيت براسي بحال كنحلم وبغيت نغوت باش نفيق، ولكن الايد ديالو الكبيره كتوصفها بحال هكا. قالت لهم ايدو الكبيره والحرشه والمزغبه كانت زامطه ليا فمي، غادي يديني حتى غادي يخرجني من السيكتور اولا الستريت فين كانوا عايشين. ديك الساعه غادي يقول لها انا راني بوليسي، ماماك غادا تلحق علينا دابا. هي ملي سمعت بوليسي بحال ارتاحت، ولكن راسها بقى خدام. غتقولوا بعدا كيفاش دار ليها وجبدها من الدار. هو كان دايز، وراكم عارفين الديور في ميريكان ولا في الغرب اون جينيرال عامه تيكونوا ديور اللي مؤخرا المهم نعاق عليكم شويه. كنت في هولندا وليت كنقول ما يمكنش هاد الناس عايشين بحال هكا، راه ما بينك وبينهم غير شرجم بحال محلول وبنادم جالس في دارو واحد الطريقه في شكال، والبني كتلقاه مثلا عود والشراجم تيكونوا طوال بحال غتخيلوا راه باب، وكتشوف انت من الشارع كتشوفو جالس في الصالون ديالو عادي ولا ناعس، كتقول او بحال هكا. كانت ناعسه جينيفر والشرجم كان كيبان فيه الضوء. هو ملي شافها ناعسه غيهز الشرجم عادي غيدخل غيهزها، هي فاقت ليه في يده. ملي غادي يديها قال لي انا راني بوليسي وغادي يسوق بها الطوموبيل وغيوقف بها في المدرسه فين كانت هي كتقرا. غادي يخرج غادي يجبد غيتكيف واحد شويه وغيشرب واحد هذيك اللي في بالكم. وهنا كانت هي باقا في الطوموبيل وقال لي راه حنا كنتسناو دابا في ماماك، اما هو راه وقف غير باش يتكيف مع الجو ويشرب ليه مع راساتو، يمكن باش ما يبقاش يعرف شنو كيدير ولا. المهم حنا حتى لدابا هادشي غير استنتاجات فاش فكر هو، ولكن الاحداث راهم هما اللي كاينين. فشويه ملي غادي يسالي غادي يقول لها راه ماماك غتعطل علينا واقيلا ما غتجيش، وغادي يسوق بها. ملي غادي يسوق بها هنا بدات كتقول ليه بزاف ديال الاسئله اللي كانوا ذكيين، وهذا الشيء غادي يخليها انها توصف للامن من بعد شي حوايج اللي غيساعدوا في التحقيق بزاف. غتقول ليه انت بوليسي شنو سميتك؟ قال لها سميتي دينيس. قالت ليه وعلاش ما عندكش الباج ديال البوليس؟ قال لها راه كاينه ولكن راني حاطها اللور في الكوفر تنزلو نوريها ليك. بقى كيتهرب. قالت ليه واخا وفين غادي؟ بقى كيتهرب. قالت ليه سؤال ذكي، قالت ليه فين هو السلاح ديالك؟ الباج راه اللور، ولكن بوليسي ما يمكنش ما يكونش عنده السلاح. زمطاتو الدريه صغيره ومطوره. هنا غادي يقول لها هي كانت جالسه حداه قال لها السلاح راني حاطو اللور، دوري شوفي. مع غادا الدور مع غادي يتلاح عليها غادي يشدها. تخيلوا هو قداش وهي قداش، غيبقى كيخنق فيها كتبغي غير تغوت ما كتقدرش. تخيلوا انسان بايديه الكبار يديه حرشين ومزغبين وديك البنيته مسكينه، فبقى كيورك عليها. وهادشي اللي كيفسر العينين ديالها اللي كانوا كيبانوا بحال غاديين يتمرصوا وكلهم عامرين وحمرين كيف ما كتشوفوا في التصويره. وهذه راه صحت، راه خصكم تشوفوا كيفاش كانوا. يعني السيده بكثره ما ورك عليها بايديه كان غيبغجها صافي عينيها بغاو يخرجوا. ملي غادا تغيب وغادي ينزل من الطوموبيل غادي يجرها لذاك الحقل فين لقاوها الدراري الصغار. هي كانت مغيبه هنا ما بقات عاقله على والو، ولكن فاش غادا تفيق بعدا نقول لكم شنو طرا. اول حاجه تعدى عليها راكم عارفين انه غادي التعدوا، ولكن الا قلتوا لي السائل المنوي والتحاليل حنا راه في التسعينات ماشي في التسعينات في 1990. يعني هذه واحد الطريقه اللي مستحيله ديك الساعه. ملي غادي يتعدى عليها غادي يسالي وغادي يدوز عليها من الودن للودن من بعد ما اصلا حيد لها حوايجها كاملين وكرفصها. هي هاد الساعه مغيبه وهو كيدير فيها هادشي. غيمشي غيديماري الطوموبيل ديالو ومشى في حالاته. هادشي كتباتوا ليهم في ورقه، وهنا غتبدا توصف ليهم بزاف ديال الحوايج من غير يديه الحرشين والمسائل. غيجيبوا لها واحد الرسام من بعد اولا قبل غتقول لهم
الكارو اللي كان كيتكيفوا، قالت لهم الكارو بالنوعيه ديالو. تخيلوا لهاد الدرجه الدريه كانت مطوره، قالت لهم السميه ديالو واللي هو تحايمر فيها وما قالش لهم ولا ما خباش عليها السميه ديالو، قال لها سميتي دينيس. قالت لهم الوشمه، واحد الوشمه صغيره كان واشمها، قالت لهم كيفاش دايره، وصفات لهم الوجه ديالو، وصفات لهم الطوموبيله اش من نوع، وصفات لهم اللون ديالها. الحاجه الوحيده اللي ما وصفاتهاش للبوليس في ديك الخطفه هي البلاكه اش من بلاكه كانت. كلشي قالتو لهم. تخيلوا نوعيه الكارو شنو كان كيشرب، الطوموبيله، اللون ديالها، السميه ديالو والملامح ديالو. هادشي راه بالليل الظلمه والدريه صغيره وقدرات ديرو. الرسام غادي يجيب ليها واحد بزاف ديال الاوراق، مثلا الحجبان عنده بزاف الانواع الحجبان في الاوراق. يقول لها واش حجبانو بحال هادو، كتقول ليه حجبانو بحال هذا. الشكل الوجه ديالو واش بحال هذا، كتقول ليه بحال هذا. بقات كتختار ليه في الاشكال اللي كيعطيها، جمعات النيف، الفم، الموستاج، شويه اللحيه اللي كانت خفيفه، الشعر ديالو، التحسينه ديالو، اللون د عينيه، لدرجه انه وصفاته بحال شداتو عطاتو تصويره. هذاك الرسام ولا اللي خدام مع البوليس عطاتو تصويره ديال هذاك خينا دينيس اللي تعدى عليها، ماشي وصفاته لهاد الدرجه. وانا غنحط لكم التصويره في الاخر ديالو باش غتشوفوا باللي راه ما يمكنش. هذا وقيله اكثر وصف مثالي وصفاته هاد الدريه اللي باقا عندها 8 سنين. واو، راه واحد الذكاء. انتم غتشوفوا التصويره وغتحكموا. بداو تيقلبوا، ولكن غنرجع لكم لنفس الحاجه. التسعينات ما عندهمش كيفاش غادي يديروا. اللي وصفات ليهم هو انه من بعد ما غيبات، وراه قلت لكم شنو دار ليها هنا، ضربتها الفيقه. هذيك الفيقه اللي ضربتها هي فاش دوز عليها. راكم عارفين الجسم ملي كطرا فيه واحد الشوك يقدر يفيق. ملي فاقت غتوصف لهم وقالت لهم حسيت براسي كامل تيضرني، الجسم ديالي كامل، حاولت نغوت وما قدرتش. وتخيلوا معايا هذه واش معجزه هي ولا قدره. المهم هذيك اللحظه اللي كان هو غادي في حالته هي فاش فاقت هي، يعني دوز عليها وتم غادي. كون غوتات تخيلوا، كل ما الاحبال الصوتيه ديالها مشاو ودارت غير شي حركه وسمعها ولا غير شي صوت كان غادي يرجع وغيكمل عليها. ولكن هذيك الحاجه اللي دار هو اللي دوز عليها بحال عاونها باش غتبقى حيه، حيت كانت غتقدر تغوت تفيق وتقول عتقوني ويسمعها ويرجع ليها. صافي غيديماري الطوموبيل، غتسمع الطوموبيل بعيده مشات وهي بقات في داك الخلا حتى الصباح بحال هكاك كتغيب. وملي يلاه كتبغي صافي ما تبقاش تحس براسها، هنا كيقرص هذاك النمل. هذاك النمل مع كيقرصها كتعاود تفيق. وراكم عارفين داك النمل اللي كبير شويه، داك النمر اللي النمر عرفت منين جبتها هذه، داك النمل اللي تيقرص اللي القرصه ديالو حاره كيبقى يقرص فيها النمل، يلاه كتبغي تغيب عاوتاني النمل تيقرصها. هادشي كامل وجهكم عادي ولا كيجيكم هادشي بحال كان مقصود. بقات بحال هكاك حتى للصباح. هنا بدات كتسمع في شي دراري صغار كيلعبوا حداها. حاولات تغوت في هذاك الصباح، الشمس ضارب عليها في وجهها وهي وسط من السبول ولا الربيع اللي نايض، ولكن الجهد اللي غتغوت به مشى. بقات حيه غير بسبب هذاك النمل اللي كان تيقرصها وكتفيق، ولكن راه القلب ديالها بدا كيضرب بشويه وصافي كانت مساله وقت باش الله يعاون. هنا غادي يجي واحد الكلب. تخيلوا الكلب غادي يلقاها بلاصه ما صافي يدير داكشي اللي كيديروا الحيوانات ولا هو يحاول يفترسها. لا غيقرب غيبدا يلحس ليها في وجهها وكيهرب لحدا هذوك اللي كيلعبوا وكيعاود يرجع عندها كيلحس ليها وجهها بحال كان كيحاول يعطيهم اشاره باللي راه هي كانت غير كتشوف فيه بعينها وما قادره دير حتى شي حاجه. هو الكلب بقى كيدير بحال هكا مرارا وتكرارا حتى دوك الدراري اللي كانوا كيلعبوا واحد فيهم كان غادي كيجري فغادي يتعكل بها وغيطيح وغيطرا السيناريو ديال غادي يعلموا وغيجيو البوليس وغيديوها وغيعتقوها. مزيان دابا جمعنا كاع الخيوطه ديال هاد القصه، ولكن هاد خينا فين مشى؟ واش غادي نلقاوه؟ للاسف داروا كاع داكشي اللي يقدروا يديروه، ولكن باختصار ما قدروش انهم يعرفوا شكون هو هاد خينا هذا. التسعينات هذه السائل المنوي ما عندهمش باش غيطابقوه، يلا عندهم السميه طوموبيل، قلبوا على الطوموبيل. كاميرات ما كاينينش، راه التسعينات هذيك ما كانوش في اماكن العامه. النوعيه والطوموبيله واللون، راه كاع الطوموبيلات فيهم داك اللون وديك النوعيه، ما يمكنش يعرفوها ديال واحد ولا ديال هذاك بالضبط. المهم الطريق كانت طويله وغادا تدوز شهور على القضيه وصافي غادا تقيد في اسم مجهول. من بعد هاد الشهور هادو هنا تخيلوا ان جينيفر غطرا معجزه ثانيه من بعد كاع هادشي اللي وقع وغتقدر انها تبدا تنطق. يعني قالوا مستحيل الصوت ديالها يرجع، ولكن معجزه عاوتاني السيده قدره الله اعلم خاطر رجعت تهضر وولات كتنطق وبدات الحاله ديالها كتحسن واحد شويه. وغتشوفوا التصويره ديالها بحال هكا هذه صافي بدات السيده كتحسن والقضيه بدات غادا من حسن للاحسن. غير هي هاد خينا ما عاودش بان. كانت هذيك اخر مره وقيله بان في هذيك البلاصه هي فاش تعدى على جينيفر ومشى هاد الامور بحال هكا. ايوا هنا غتبدا واحد الرحله ديال الانتقام اللي غتدوز عليها 18 عام عاد باش غتحقق. تخيلوا ان جينيفر كانت واخا البوليس ما لقاوش وصافي تقيدات القضيه في اسم مجهول، ولكن كانت كل نهار كل دقيقه كدوز من حياتها
كتقول باللي غيجي واحد النهار وغنتلاقى بهاد خاينه. من بعد صافي غادا تكبر شويه، غتقرا في الكوليج، غدوز لافاك، وانا كنصرف لكم داكشي بالدارجه، غتخرج وغتعرف على واحد الدري وغتخدم في مكتبه، قرروا انهم يتزوجوا ويعيشوا بجوج. هادشي غادي يبقى غادي حتى ل 1000 من 1000 اودي سفيان. بقات الامور غاديه بحال هكا من 1990 حتى ل 2000. واش تخيلوا معايا من بعد 18 عام 2008 هنا فين غنتعرفوا على واحد الشخصيه اللي جديده واللي هو واحد المحقق سميتو تيم كروني. جا باش غادي يخدم في هذيك المدينه الصغيره اللي سميتها ديكنسون. وحيت الناس كيديروا خدمتهم، فملي غادي يجي غيشوف كاع دوك القضايا اللي دازوا وغادي يراجعهم. يعني جا دخل سيد خدام، غيشوف بزاف القضايا اللي تقيدوا في الاسم ديال المجهول. واكثر قضيه غادا تاثر فيه هي القضيه ديال جينيفر. فاش غيدير؟ غادي يصوني ليها. غتقول لي كيفاش صونا ليها وجاب النمره ديالها، وراه ميريكان هذيك اي معلومه غيوصلوا ليها الناس خدامين. وصل النمره ديالها صونا ليها. دابا حنا في 2008. فقال ليها باللي القضيه ديالك اثرت فيا بزاف، وانا كنواعدك باللي غادي ندير جهدي كامل باش نحيي هذه القضيه، خصوصا انه دابا حنا في 2008 الدي ان اي ممكن دابا بزاف ديال الدلائل اللي كانوا قبل ما عندهم حتى شي فايده دابا ولينا ممكن نخدموا بهم. فراه غادي نحاول انني نحيي هذه القضيه، وكنواعدك باللي غادي نبقى كنقلب حتى نقدر نوصل لشي حاجه. جاها لكانا حتى هي نيت كانت متشوقه باش شي واحد ياخذ لها حقها وتنتقم منه، اولا تنتقم هي نيت. داكشي اللي كان. فاش كانوا لقاوها هي في داك الحقل، كانوا لقاو معاها الحوايج ديالها كيف ما قلت لكم، هي راه كانت ما لابسه والو، يعني حيد لها كلشي. وغادي نلقاو طرف ديال الثوب ديال الحوايج هو ديال هاد الخاينه اللي تعدى عليها. هذاك الشيء غالبا ماشي غالبا تيبقى محفوظ عنده. فغادي يجيب داك الطرف ديال الثوب وبدا تيقلب، وغادي يعطيه الاطباء اللي غادي يتكلفوا بالقضيه وغيديهم للمختبر. بعد ما غيديوه للمختبر تخيلوا معايا انهم غيبقاو عام باش غيقدروا يجبدوا الدي ان اي من داك الطرف ديال الثوب. حتى الطرف ديال الثوب عنده 18 عام وجبدوا منه الدي ان اي. داروا واحد الخدمه اللي واعره بزاف. فغير غياخذ الطرف ديال الثوب وغادي ياخذوا منه الدي ان اي من بعد عام. وصلنا دابا ل 2009، يعني وصلت دابا 19 عام على القضيه. وتجيني كيف كيعيطوا لها باختصار اولاد جينيفر، كانت كل نهار كتعيشوا باغا تشوف هاد خاينه وباغا تنتقم منه. فغياخذوا الدي ان اي ومع غيحطوه يبداو يطابقوه مع الداتا اللي عندهم. فهنا تخيلوا شنو غادي يطلع. غيطلع داك الدي ان اي تطابق 100% مع واحد الدي ان اي ديال واحد خاينه واللي سميتو دينيس كارل برادفورد. المحقق معاه غيشوف السميه، حيت هي قالت لهم راه هاد خاينه سميتو دينيس، غير دينيس وصافي. غادي تشوكا، قال اواه واش غنحل القضيه بهاد السهوله هادي من بعد 19 عام؟ تخيلوا. واللي غادي يزيد يحمقوا هو انه ما عندوش دابا كيفاش يدير يثبتها عليه. اول حاجه ما بقاش ساكن في الولايه ديال تكساس، ودابا هو راه كاين في ولايه اخرى، ولكن هما ما عندهمش الحق يمشيو يجيبوه. علاش؟ خاصهم اثبات باللي راه كان في تكساس وكان في 1990 في المدينه ديال ديكنسون. خاصو يكون في هذيك البيريود. هذا هو الاثبات الوحيد اللي غيقدر يديرو. واللي غيصدموه هي التصويره اللي كانت وصفات جينيفر فاش كانت باقا في السبيطار. المهم المحقق بقى تيقلب فغيقدر انه يوصل البيرمي ديالو. تخيلوا البيرمي ديالو، التصويره اللي كانت فيه هي هذه، والتصويره اللي كانت عطاتها ووصفاتها جينيفر هي هذه. تخيلوا معايا، راه قلت لكم ماشي وصفاته، هذه راه صوراته وسكريناته بعينيها وعطاته للامن. اواه انا تاكد باللي هاد خاينه صافي هذا هو مول الفعله. المحقق ما علمهاش، بغاش يعطيها شي امل اللي خاوي، حيت كان خاصو اثبات باللي راه السيد كاين وكان في 1990 في تكساس وبالضبط في ديكنسون، هذيك المدينه اللي صغيره. بقى تيقلب وبدا كيحفر وراه. وتخيلوا معايا انه ماشي غير قلب في ديكنسون وفي هذيك البيريود، قلب حتى في الاعوام اللي قبل، قلب حتى في لي ريجيون على شي دليل كيربط الاسم ديالو هاد دينيس كارل برادفورد بهاد القضيه هذه. فغيلقى واحد القضيه اللي في الاواخر ديال الثمانينات ديال هاد خاينه هذا دينيس، واللي كان تعدى على واحد الدريه. يعني خونا وعنده سوابق في نفس هاد الجريمه هذه مزيان، ولكن هذه راه في 1987 بحال هكاك، راه الفرق بيناتهم 3 سنين. خاصو هو اثبات في هذيك البيريود اللي كانت تعدى فيها على تجيني، يعني جينيفر. وحتى من الحوايج اللي غادي يلقى يلقى باللي تعدى على واحد السيده حتى هي. داك الشيء علاش ملي تعدى على ديك السيده كانوا خداو البصمات ديالو، هي باش لقى البيرمي ولقى بزاف ديال الحوايج وطلع باللي عنده سوابق في هذا الشيء. مزيان. ايوا دابا كي غادي يدير يقدر يثبت انه كان في هذيك البيريود اللي طرات فيها الواقعه تجيني. تصنتوا معايا، هذا المحقق هذا واللي غيكون عنده الفضل الكبير على جينيفر باش غتقدر انها تنتقم. شنو زعما غتكون زعما دار شي يده في يدو وما مشاوش للقانون؟ صبروا معايا انا غنقول لكم تنتقم كيفاش. هذا المحقق واللي هو تيم كروني بقى تيحفر حتى غيجيب العنوان فين كان ساكن هاد خاينه اللي هو دينيس كارل برادفورد، واللي هو مول هاد الشيء كامل. فهنا عرف باللي صافي طيحو، فعلا كان ساكن في هذيك البيريود في هذيك البلاصه. مزيان. دابا
واحد النهار جينيفر جالسه في دارها مع راجلها حتى كيوصلها واحد الاتصال من عند هذا المحقق نيت واللي هو تيم كروني. قال لها باللي المجرم اللي حياتك كامله وانت كتقلبي عليه تهناي، دابا حنا شديناه. السيده ما عرفات باش تبلات، اواه واش دابا بهذه السهوله صافي تشد. حسات بواحد الطمانينه في هذه اللحظه، واحد الطمانينه في شكل. تخيلوا انسانه صافي نسات داكشي اللي وقع لها، كانت باغا غير تنتقم، باغا شي نهار توصل ليه وكتقول مستحيل. هو نيت كان كيصحاب ليه بلي راه مستحيل، ولكن جابوه وقالوا لي تعالى وليدي. ملي غاديين يجيبوه قالوا لي واش كتعرف واحد الدريه سميتها جينيفر شويت. عرفتوا واش نطقتها هي هذيك صراحه ولا لا؟ المهم انا راه ملي كنت صغير راه وكلوني كاع لسانات باش نولي نهضر، معاق لسانيا. المهم كاستينغ دي ستاند اب باقي بعيد، انا ما عرفتش ملي بغا ندير فيها كوميدي. المهم قالوا لي واش كتعرف جينيفر؟ قال لهم قالوا لي شنو تقدر تقول لنا عليها؟ قالوا لي زعما الاسم كامل. قال لهم والو، ما نقدر نقول لكم والو. قالوا لي واش الا وقفات حداك دابا غتكون فخور بها؟ السيد ما سمع هاد الهضره هادي غادي يشوف فيهم وغيقول لهم واش حيه معاه. قالوا لي وانا نخلي لكم فيديو. Yes. Did your revocation come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. She's alive. She's alive. She's alive. السيد غادي ينهار بالبكا. واش ندم على داكشي اللي كان كيدير ولا ندم عليها هي بالضبط حيت كانت صغيره؟ الله اعلم. السيد دخل في واحد الهستيريا ديال البكا وهي كانت كتفرج فيه من الكاميرا. يعني راكم عارفين دوك الغرف ديال التحقيقات تكون واحد الزاجه كتشوف فيه ولكن هو ما كيشوفكش، وكتكون كاميرا والصوت كتسمع الصوت ديالو. فهنا فاش غادي يديوه كان كيدوز في المحاكمات. القضيه ديال جينيفر عاوتاني غترجع وكلشي غيولي يهضر عليها في الاعلام. وهنا اش من وجه كان قادر يشوف بيه في جينيفر، فحاول انه يصفيها لراسو وسط الحبس اكثر من مره. فهنا حاولوا ينقضوه باش يتحاكم، ما يمكنش يمشي غير هكاك، وغيحولوا لحبس اخر اللي فيه حراسه اكثر باش دوز المحاكمه ديالو ويتحاكم. ونهار المحاكمه الاخرى ديالو جينيفر غتكتب واحد الرساله اولا غتكتب واحد الخطاب اللي فيه كاع داكشي اللي تسبب ليه فيها، وبغات تسمعوا ليه يمكن شي كلام اللي كان قاصح اللي ممكن الانسان تخيلوا راه غيوقف قدام وحده كانت عندها غير 8 سنين وحاول يدير لها داكشي كامل ودار لها داكشي كامل، ودابا غتوقف قدامه وغتهضر معاه. فتخيلوا معايا في المحاكمه غتوصلها واحد الخبار اولا قبل المحاكمه باللي دينيس كار برادفورد صفاها لراسو قبل المحاكمه، ما كانش عنده الوجه باش غيشوف فيها. حسات بواحد الخيبه امال اللي ما انتقمتش، بغات تحسو باش حسات. ما غتوقفش هنا، تخيلوا غتمشي ليه القبر ديالو وغتجلس ليه حدا راسو هي وراجل ديالها وغتشد داك الخطاب بحال هكا وغتبدا كتقرا فيه. ملي سالات غدور عند راجلها وغتقول ليه في نظرك واش يكون سمعني مع غتقول ليه هاد الكلمه هادي. تخيلوا شنو غادي يطرا. عقلتو فاش كان دوز عليها ومشى وكانت فيما كتبغي تغيب. يعني من بعد الله يرحم كانوا كيقرصوها دوك النمل، داك النمل اللي الضربه ديالو حاره طاق كتعاود عاوتاني تفيق شويه كداها تغيب تيقرصها النمل طاق. نفس الحاجه غادا طرا مع قالت لراجلها واش يكون سمعني. تخيلوا النمل غادي يعطيها ثاني جالسه في نفس الارضيه تقريبا ثاني كاين الربيع، ولكن هذه المره كان حداها مول الفعله وهي واقفه لي حدا راسو في بلاصه ما تكون هي اللي طايحه. النمل غيعطيها مع اول كلمه يكون سمعني طاق عطاها النمل. واش هذه رساله في نظركم باللي راه ممكن؟ غنخلي لكم الحريه في التعاليق. كي جاتكم القصه ديال اليوم؟ انا داير اللي عليا كنطول لكم وليت المينيموم في القصه 27 دقيقه. ديروا لايك دابا وكومونطيو باش الفيديو يطلع مزيان. انا سفيان واجيز، تلاقاو في الفيديو الماشي.